لا ترضي نفسك أو لا ترضي الخوارزمية. ليش ركبتي الترند هالمرة؟ الترند مثل الموجة، إما بتركبيها على طريقتك وبتحددي منها هدفك، أو حتاخدك بدوامة تكرار ما له نهاية. سلام. في سكينة نأنس اليوم لفكرة تمر أمام أعيننا كل لحظة، فمرة لا نكاد ننتبه لثقلها، ومرات تبتلعنا دون أن نشعر. نفتح هواتفنا، نمرر شاشاتنا، وننساق بلا وعي، وفجأة نجد أنفسنا أمام رغبة ملحة لتجربة ما تكرر أمامنا، ليس لأننا بحاجته حقا، بل لمجرد تكراره. نعم يا سادة، إنه الترند. لماذا ننجذب؟ الترند ليس شرا بحد ذاته، هو فكرة تنتشر بسرعة، لكن السر يكمن في عقولنا. ففي علم النفس هناك ما يسمى تأثير التعرض المحض، ومعناه ببساطة: كلما رأيت الشيء أكثر ألفه قلبك وشعرت بحاجة لتجربته أكثر. وهنا نبرئ أنفسنا من تهمة السذاجة، فهي استجابات عصبية في أدمغتنا، فلا ذنب لنا فيها، حيث تعمل الخلايا العصبية المرآتية لدينا على محاكاة ما يفعله الآخرون لنشعر بالانتماء. لكن ما نملكه حقا هو حسن الانتقاء، فالمسلم ليس ريشة في مهب ريح المشاهدات. لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذوبان الشخصية في الحشد حين قال: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، بل وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. المسلم صاحب قرار، صاحب رأي. إذا نحن مأمورون بالتبين، فكل ومضة نشاهدها هي أمانة، وكما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذا دعونا نأخذ من الترند ما لا يخالف قيمنا، ونلقي بما دون ذلك خارج مساحة تفكيرنا. أقوى سلاح ضد التفاهة ليس الصراخ في وجهها، بل كما قيل: نميت الباطل بالسكوت عنه. نحن نميت انتشار السوء بالإهمال، ونحيي الجمال بالتبني. لهذا ترونني اليوم أصنع حل الحطب بعدما رأيته عشرات المرات أمام عيوني. لم أفعله لمجرد التقليد، بل لاستشعار تلك الأجواء الدافئة التي لامستني حين رأيته. لقد ركبت الترند، نعم، لكن بطريقتي وبأثري الخاص. وهنا أدركت: يمكننا السيطرة على الترند داخل بيوتنا بسهولة، لكن كيف نسيطر عليه خارجها؟ أرى أن الحكمة هي ضالة المؤمن، وأحق الناس بها نحن، واقتلاع حصون العدو يكون بتعلم لغته، فالدواء غالبا قد يخرج من رحم الداء. إذا كان العالم يتحدث لغة الانتشار، فلم لا لننتشر نحن بالحق والجمال؟ وأنت ما رأيك؟ هل ستركبين الترند وتجربين حل الحطب ولكن بطريقتك المميزة؟ وإلى هنا سأقول لكم: ألقاكن في سكينة إن شاء الله.